السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. بصراحة أنا ما كنتش عايز أطلع أعمل الفيديو ده، بس أنا قلت لا، لازم أطلع أعمله، لأنه بصراحة حاجة غريبة جدا. يعني أنا ما توقعتش إن الناس توصل بيها إن هي تصدق حاجة زي كده. وده طبعا فيديو تنبيه وتنويه للناس عشان تعرف إن الكلام ده غلط ومفيش حاجة اسمها الكلام ده. أنا من كام يوم بالصدفة لقيت بوستين مكتوبين في أماكن مختلفة، وكل بوست فيهم بصراحة يعني أغرب من التاني. فقلت مش مشكلة، دخلت التعليقات لقيت الناس عندها للأسف يعني عدم فهم وعدم علم بطريقة فظيعة. فقلت لا، أنا عشان بس مثلا أرد على كل أتطوع وأرد على كل كومنت ده هيبقى صعب الموضوع. فأنا هطلع أعمل فيديو علني أتكلم مع الناس، عشان الناس لو يعني شافت الفيديو ده، او حد مثلا لو شاف البوستات اللي هي من النوعيات دي ما يصدقش طبعا الكلام ده مش موجود، لان ممكن حاجه زي كده توقف مستقبل واحد، فحرام يعني. فاحنا طبعا يعني ربنا يجعلنا دايما سبب الخير للناس يعني. فاول فيديو قصدي اول بوست، انا اسف، بيقول ان دوله الجزائر ممنوعه من التقديم على الهجره العشوائيه. والبوست التاني بيقول ان دوله المغرب ممنوعه من التقديم على الهجره العشوائيه. ازاي يا جماعه الكلام ده؟ يعني انتوا شككتوني في نفسي. دخلت انا على الويب سايت بتاع الحكومه الامريكيه اللي هو الخاص باللوتري، فلقيت الكلام ده مش موجود، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها دوله الجزائر ودوله المغرب. فاحنا طبعا اتكلمنا عن اللوتري الامريكي، انا اتكلمت عن اللوتري الامريكي بشكل تفصيلي جدا، عملت جزئين هسيب لكم الروابط بتاعتهم في صندوق الوصف، وهسيبه لكم في اول تعليق ان شاء الله، بحيث ان اللي مش عارف يعني ايه اللوتري الامريكي يخش يتفرج على الجزء الاول. الجزء الاول اللي انا عامله خاص بما هو اللوتري الامريكي، تمام. الجزء الثاني اللي انا عامله هو ان شاء الله بعد النجاح، كام بتصرف فلوس لحد ما بتطلع وتحط رجلك في امريكا بره. طيب الفيديوهات ان شاء الله مفيده جدا، خش اسمع الفيديوهات باذن الله هتستفيد منها جامد. نخش على موضوع النهارده بقى. يعني ايه دولة الجزائر ودولة المغرب ممنوعين من التقديم على الهجرة العشوائية؟ الكلام ده غلط تماما. خلينا ناخد لمحة بسيطة عن الهجرة العشوائية اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في فيديوهين، لمحة بسيطة خالص، يعني حاجة كده اقل من كام ثانية. قلنا اللوتر الامريكي هو نظام قرعة عشوائية او نظام هجرة عشوائية بتعملها الحكومة الامريكية كل سنة، بتفتح من 2/10، بيبقى اخر تقديم لحد 2/11. بتقدر تقدم انت لوحدك، اكتر من 18 سنه بيقدم لوحده، اقل من 18 سنه ما ينفعش ان هو يقدم. التقديم معاك لحد 60 سنه، انت لو عندك 60 سنه حرفيا تقدر تقدم على اللوتر الامريكي، عندك 50 سنه تقدر تقدم على اللوتر الامريكي. فتخيل مثلا ان والدتك ربنا يديها الصحه، او والدك مثلا عنده 50 سنه، يقدر يقدم في الهجره العشوائيه؟ يقدر يقدم في الهجره العشوائيه عادي، مش مشكله، ما لهاش سن. بيتصور صوره مظبوطه 5 في 5، خلفيه بيضاء، 600 بكسل في 600 بكسل، 270 ما تتعداش ال 270 كيلو بايت. بيبعتها لك المصور على الواتساب، مش بيبعتها لك، مش بيعمل لك كروت و8 صور والكلام ده. انت عايز تعمل كارت 8 صور بقى الكلام ده اعمله، بس هو بيبعتها لك على الواتساب عشان هي المفروض ما تترفع زي ملف PDF. طيب قلنا ان العالم اللي احنا فيه في 204 دولة، هم المفروض 205 دولة، لكن فيهم دولة يعني بتاعت اللي ما يتسموش. انا بالنسبة لي طبعا مش حاسبها دولة، فاحنا بالنسبة لنا 204 دولة. مش عايزين نتكلم اكتر في تفاصيل الموضوع ده عشان الفيديو ما يدخلش في مشاكل. عندنا 204 دولة، في منهم دول فعلا محظوره ان هي تقدم على اللوتر الامريكي، دي حقيقه في دول، ولكن مش من ضمنها دول عربيه تماما. فعشان الدول المحظوره من التقديم على الهجره العشوائيه ان شاء الله دي هطلع اتكلم فيها في فيديو لوحديها، هينزل بعد ممكن يومين ان شاء الله، هينزل باذن الله. انا ان شاء الله باذن الله متابع معاكم الفتره دي على السوشيال ميديا، هظهر معاكم كتير باذن الله، هطلع معاكم كتير ان شاء الله. ممكن اعمل في الشهر باذن الله من 4 فيديوهات ل5 فيديوهات، يوم ما قلل خالص هتبقى ممكن 3 فيديوهات، مش هيبقوا اقل من 3 فيديوهات في الشهر. هنتكلم عن مواضيع مختلفه تماما تخص السفر والسياحه، طريقه السفر لدول مختلفه، ازاي تطلع تاشيره، ازاي تجهز ملف بطريقه احترافيه، كل ده باذن الله نتكلم فيه، تمام. ولكن مش عايزين نهرب بره الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في الفيديو ده.
الدوله العربيه المحظوره، فزي ما انا كاتب كده في عنوان الفيديو، مفيش حاجه اسمها دوله عربيه محظوره، كل الدول العربيه مؤهله للتقديم على اللوتري الامريكي حرفيا بشكل تام، مفيش اي مشكله خالص. السعودي، القطري، الاماراتي، البحريني، الاردني يقدر يقدم على الهجره العشوائيه، حتى البلاد اللي فيها حروب ربنا يفك اسرهم يا رب، ان كان اخواتنا السوريين او اللبنانيين او الفلسطينيين، دول برضو يقدروا يقدموا على الهجره العشوائيه، يقدروا يقدموا على اللوتري الامريكي او الهجره العشوائيه، مفيش اي مشكله خالص. ولما ان شاء الله بيتم النجاح بينجحوا التقديم اونلاين يا جماعه، التقديم اونلاين بالتليفون وانت قاعد بالتليفون، ما فيهوش اي مشكله. بيطلب منك بيانات يعني سهله جدا، الفيرست نيم واللاست نيم والميدل نيم، بيطلب منك البريد الالكتروني بتاعك، بيطلب منك الصوره بتاعتك ترفعها، تاريخ ميلادك، كلام فاضي، عنوانك، رقم تليفونك، بلد اقامتك، بلد ميلادك، كلام فاضي، حاجات بتتكتب عاديه جدا، ما فيش اي مشكله يعني خالص. فمحدش يصعب الامور على نفسه ويقول ده انا موضوع صعب، وبعدين لما اكسب طب انا مثلا يعني قدمت وكسبت، طب انا هدفع بقى الفلوس منين يا سيدي قدم، انت خسران ايه؟ مش فاهم انت خسران ايه؟ يعني اللي كرمك ونجحك مش هيكرمك ويطلعك؟ يعني انت يعني بلاش يا جماعه التعقيدات، مفيش داعي منها. اللي كرمك ونجحك صدقني هو اللي كرمك وهيطلعك، فبلاش ان انت يعني تحاول ان انت تقرص على نفسك وتقول لا انا مش هستفيد حاجه، مش هعمل حاجه. لا ان شاء الله تستفيد، قدم بس وان شاء الله كل خير جاي لك باذن الله. تمام. زي ما احنا قلنا، تنويه، كل الدول العربيه مؤهله للتقديم على الهجره العشوائيه، اي مواطن عربي يقدر يقدم على اللوتري الامريكي. طب مواطن عربي مقيم في اوروبا، مواطن عربي مقيم شخصيا حتى في امريكا، يعني في ناس مقيمه في امريكا مش معاها الجرين كارد اللي هو بمميزات الهجره العشوائيه. انت لما بتكسب في الهجره العشوائيه بتاخد الجرين كارد اول ما بتروح، فانت حتى حرفيا مقيم في امريكا مثلا باي شكل ما تقدر تقدم على الهجره العشوائيه. تقدر تقدم على الهجره العشوائيه عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص. بالعكس، انت لو نجحت الموضوع كمان معاك انت شخصيا كواحد في امريكا بيكون سهل جدا جدا جدا. مصاريف بتبقى قليله جدا عليك، ما بتتكلفش التكاليف اللي بتكلفها الشخص اللي هو هيطلع من بلده. لا، الشخص هيطلع من بلده بيتكلف تكلفه رهيبه. انت تقريبا ممكن تكلف الجرين كارد بس بتاعك، يعني انت الجرين كارد بتاعك بس هو ممكن تكلفه، لكن انت كسكن عايش في سكن، عنوان عندك عنوان، فانت مش هتحتار في اي حاجه. فحتى لو انت مقيم في امريكا مثلا طالب، في طلبه كتير في امريكا مقيمين معاهم فيزا دراسه اللي هي الاف 1، فانت كطالب انت معاك اف 1 تقدر تقدم على الجرين كارد، الهجره العشوائيه قصدي، تقدر تقدم عادي. طب لو نجحت بتتحول الفيزا الدراسه بتاعتك لجرين كارد، مفيش اي مشكله خالص، يعني الموضوع بسيط يعني، فاهمني؟ بس فبالتوفيق ان شاء الله للجميع، مش عايزين نطول اكتر من كده. وزي ما نبهت ونوهت في الفيديو ده، لو الفيديو عجبك ان شاء الله اعمل لايك، سبسكرايب.